السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هناخد المفرد والجمع بطريقة سهلة وبسيطة. لازم نبقى عارفين ان المفرد ده بيعبر عن حاجة واحدة يا حبايبي، يعني حاجة واحدة بس، انما الجمع بيعبر عن حاجات كتير. هنا لو جينا نبص هيقولك هنا ايه؟ المفرد هو ما دل على شيء واحد، يعني حاجة واحدة، زي قلم، زي أستيكة، زي شنطة، حاجة واحدة بس. إنما الجمع هو ما دل على ثلاثة أو أكثر، يعني بيحب الزيادة، عايز حاجات كتيرة، طماع، عايز حاجات كتير. تمام. طيب، يبقى المفرد بيدل على حاجة واحدة، فهنا كاتب عين. طب لو احنا عايزين نحولها لجمع، عين واحدة عايزين نحولها لجمع هتبقى ايه؟ عيون. شطورة، أنا سامعة حد بيقول عيون. طيب لو قلم واحد عايزين نحولها لجمع تبقى أقلام. أقلام. طيب صديق واحد عايزين نحولها لجمع تبقى أصدقاء. برافو. يبقى تاني، المفرد هو ما دل على شيء واحد، يعني حاجة واحدة بس. ماشي. لو جينا نقول عين دي مفرد، عين واحدة. عيون دي جمع. ماشي. قلم واحد اهو، معايا قلم واحد، انما جمعها اقلام. طب صديق واحد، انا ليا صاحب واحد بس صديق، جمعها اصدقاء، ليا محمد ومحمود ومصطفى. طيب الجمع بقى بيقولك ايه؟ هو ما دل على ثلاثة او اكثر، يعني بيحب الزيادة، طماع، اي حاجة عايز ياخدها له. فلو جينا نشوف هنا أقلام، عيون، أصدقاء، دي كلها جمع عشان كتير. طب الجمع ده أنا عايزة أحوله لمفرد. ماشي. أقلام هتبقى قلم واحد أهو. طيب عيون، عين واحدة. أصدقاء هتبقى صديق واحد. شنط دي جمع، شنط هتبقى شنطة واحدة. شنطة واحدة. تمام. يبقى تاني، المفرد هو ما دل على شيء واحد، ماشي، انما الجمع هو ما دل على ثلاثة او اكثر. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.